مرحبا بيك. ديما برحابة الصدر، يعني نتقبل أي انتقادات وأي تحاليل من أي واحد هذا يعني داخل في خدمتنا وكلاعب محترف. أنا لازمني نجاوب على الأسئلة الكل. السؤال الأول أنه بدنيا صحيح يعني فما تعب نظرا للمباريات اللي لعبناهم عندنا كما نتصور مرياح كما قال الكوتش، يعني الاكسبسيونيل الحاجه اللي عملها انك تمشي تلعب في انغولا وتجي تكون جاهز باش تلعب اول ماتش في الكوباراب وتكون بيرفورمون وتعدي ماتش كبير. نتصور ماهيش سهله. فما لاعبين جاوا من السويد. اليوم نحكيو على يعني سفر من قاره لقاره، ماناش نحكيو على سفر من بلاد لبلاد او بدلنا من قاره لقاره، وتبدل من قاره لقاره تعمل مينيموم في 18 20 ساعه وانت في الهواء. لكن انا من نمنش بالاعذار ومن نحبش الاعذار، يعني حتى كلاعبين بين بعضنا عمرنا ما نحطوا الاعذار. بالعكس، يعني كي المنتخب يستحقك لازم تكون موجود مهما كانت الظروف. نتصور الاطار الفني والاطار الطبي خدموا خدمه كبيره. كي تشوف اللاعبين لعبوا الكل والارهاق الموجود اللي جاوا به، الشارج اللي جينا بهم وخرجنا من الماتش الحمد لله ما فما حتى بليسير مسكولير. اليوم اللي توري اللي فما خدمه على مستوى عالي في المنتخب، لان مش سهل انك تخرج والحمد لله ما عندك حتى اصابه عضليه. وتعرف يعني يسالوا البريباراتور العالم الكل انك اليوم تخرج بمباراه من غير اصابات في تورنوا كما هذه سي ان بوان بوزيتيف والحمد لله.